زين والله يا مهندس، أنا ما عندي الوقت على إني أمسك في الهيكل ولا في التنفيذ. أنا أريد أستلم بيتي جاهز. أريد أستلم بيتي جاهز. تستلم بيتك جاهز، ادفع. ادفع مبالغ. ادفع مبالغ. أول شيء تختار المقاول الثقة، كونه هو راح ينفذ لك بيتك هيكليا وغيره. والاستشاري أيضا الثقة، وأيضا أنت راح تدفع لهم مبالغ على أساس هم يهتموا بالمشروع. فوق ذلك في التشطيبات أيضا راح تدفع لشركات إذا أنت تريد تشطب بيتك ويكون راقي وعلى حسب ذوقك واختياراتك وأمورك وأشياك. أما لا تسلم لي الموضوع المقاول كامل وأنت ما عندك دراية التشطيبات ايش تكون، ايش نوعيتها، كم اسعارها، انت في النهاية راح تدفع مبلغ 3 أضعاف. يعني إذا قيمة البيت 60 إلى 70 ألف، أنت راح تدفع 160 ألف. ليش؟ يقول لك راقي، يقول لك والله تشطيباتك راقية. الإنسان أوكي تشطيباتي راقية بس ما أنت مختارنها. التشطيبات اللي معي أنا موجودة راقية بس ما أنا مختارنها. أنت بكرة تسكن يمكن سنة سنتين تريد تبدل أصباغ، تريد تغيرها، ديكور ما عجبك تريد تغيره. ليش؟ لأنك أنت ما موجود في الموقع، ما موجود أنت عند التنفيذ. فهذه أنت بعد ذلك تدفعها، بتضطر تدفع 3 أضعاف مضاعفة. متى بتدفع مع المقاول الرسوم اللي أنت ما عندك دراية عنها، أو المواد التشطيبية اللي أنت ما عندك خلفية عنها. هو راح يقول لك هذه تشطيبات راقية وأنا ممكن أوفر لك فواتير وغيره وغيره على أساس أنك تكون مصداقية موجودة. زين. أما بالنسبة للهيكل والهسمة هذاك في ضمان 10 سنوات إن كان استشاري ومقاول هيكل المشروع. أما التشطيب أنت راح تبدل، ما في حتى يمكن من يخلص سنة مواد كهربائية ومواد صحية سنة لهن. بعض المواد ما فيهم ضمان. النوافذ تليك 10 سنوات فقط، كسر ما كسر دخول حرارة وغيرها هذا ما عندك. فبالتالي اللي يريد يشتري بيت جاهز 100% لازم، زين، أول شيء بتكون ضحية بالنسبة للمشروع، وثانيا يعني خذ 5 سنوات بالكثير وراح تبدل. بعض الزبائن يقول لي أنا مشتري بيت 160 ألف، مساحة البيت 470، مشتري بيت 160 ألف، 470 أعمل بيتين، أعمل بيتين ب100 بمساحة 470 بهذا المبلغ، أعمل بيتين. لازم قبل لا تخطو خطوة أنت تكون واثق منها. أنت ما عندك وقت، خبرت إذا ما عندك وقت 100% خلاص وقتك ما يسمح لك، خصص شركات تكون موثوقة، ما شركة واحدة وتدير لك الموضوع كله. شركات موثوقة، إن كان تشطيبات، إن كان ديكوريشن، إن كان AC، إن كان كل شيء. هذه الشركات أنت تجتمع معها وتتعاقد معها تنفذ لك المشروع باختيارك. أنت ما لازم تقيم، ما لازم توقف. أنت أوريدي الوقت اللي راح توقف هذه الشركة دافع عنه مبلغها. بس هنا أنت تدفع إيش؟ أنت تدفع هنا واثق. هناك أنت تدفع بشيء أنت ما مختار لنا، مشطب البيت براي أو بذوق شخص آخر عنك أنت. بينما أنت هنا تخصص شركات، تختار هذه الشركات بذوقك أنت، الشركات تنفذ لك بناء على ذوقك أنت. هنا الفرق لما يكون بين الاثنين. هذا بارك الله فيكم بالنسبة لموضوع شراء البيت الجاهز.